الحاجات الحلوه اللي فيه. تالت حاجه اوجه لها نصايح في ان انا اهتم بصحتي، اهتم بالرياضه، ان انا اخليها تتميز بشيء تاني، مثلا اديها كورسات رسم، اديها ورش تمثيل. الحاجات دي كلها هتعزز عندها ثقتها في نفسها تاني. رابع حاجه اتجنب تماما المقارنه، ان احنا نقارنها بحد اوقف ده. خامس حاجه لازم ادعم ثقتها في نفسها، دايما اقول لها انت حلوه، الله انت بتعرفي تعملي ده، شاطره جدا. سادس حاجه اتجنب تماما النقد السلبي. ايه هو النقد السلبي؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ما ينفعش ان انت تفكري كده، ما ينفعش ان انت تتاثري بالكلام اللي بيتقال لك ده كده انا ببوظ. سابع حاجه ما اسمحش لحد ابدا يتريق على بنتي او يتنمر عليها قدامي، امنع ده تماما. لازم ماما او بابا يردوا على الناس اللي بتتريق عليها قدامنا. ثامن حاجه واخر حاجه واهم حاجه، لازم اكون قدوه قدامها عن الرضا عن نفسي. انا كأمها او باباها راضيين عن نفسنا، مبسوطين بنفسنا، دايما نقول الحمد لله، شايفانا احنا راضيين عن شكلنا، راضيين عن جسمنا. بالتالي الطاقه دي هتتنقل لها ان هي كمان تعيش في حاله رضا وسلام نفسي. بس كده.